كلكم سامعين بهاي القصة مال السيدة رقية سلام الله عليها، لما المغسلة راد تغسلها، ولما قالت هاي مريضة الطفلة أنا ما أغسلها. اي هاي مريضة الطفلة ما أغسلها أنا، خاف تعديني. أين كبير الوسارة؟ أين كبير الوسارة؟ اجت مولاتي زينب قالت أنا كبيرهم، قولي شكو شبيك؟ كلكم سامعين القصة. أنا قالت لها ما غسل هاي الطفلة أنها مريضة، ومولاتي زينب سلام الله عليها حكت لها وفهمت لها، قالت لها ليس من بمرض وإنما من سياط بني أمية. عاد هنا مولاتي زينب، اسمع هذا البيت، عاد هنا مولاتي زينب سوت تعزية على المغتسل. بيت واحد أشلع قلبك بيه وحتى نلطم إن شاء الله. سوت تعزية على المغتسل مولاتي زينب. إيش قالت؟ قالت مو عليلة مو عليلة، لا مرض بيها ولا عليلة، بس الشمر ايده ثقيلة. حسين يا ابويا يا ابويا يا ابويا حسين يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا، هم تدري يا ابويا وعندك علوم. من جابوا لها الطشت طفله وتشكي لابوها، تقول له يا ابويا كلكم عندكم بنيات، واحد بس يحاتي البنيه يضحكها، الثاني ابوها يجي حتى تقول له ابويا هذا طقاني هذا ضربني، مو تشكي لابوها. جابوا الطشت المولاتي رقية سلام الله عليها، ويظل يسولف ويا الراس. قالت هم تدري يا ابويا وعندك علوم، بويا بمتون بتك صاير وروم، يا ابويا قبل عينك علي ما تقبل لو انت تنغث رقية، يا ابو طشت راس حسين، يابا علي شبقت رقية الصيح، يابا اجا الزينب وصرخت حيل، يابا يا راس حسين لا تاخذ رقية.